سنة بتخلص وسنة جديدة بتبتدي، وعايز اديلك تدريب هيفرق معاك كتير قوي في السنة الجديدة. التدريب ده هيفرق معاك جسديا، هيفرق معاك نفسيا، هيفرق معاك على كل المستويات. عايزك في 2026 تتعلم تشكر على كل حاجة. انت عايش في امريكا وممكن تكون مش مبسوط، عايش في بيت كويس وممكن تكون مش مبسوط، راكب عربية كويسة وممكن تكون مش مبسوط، عندك ولاد ومش مبسوط، صحتك كويسة ومش مبسوط. فعايزك تشكر. عايزك تغمض عينك كده دقيقة وتسترجع اللحظات اللي هي انت كنت مستنيها. يعني عايزك مثلا تفتكر لحظة لما كنت بتدخل السفارة ومستني التأشيرة وعمال تقول يا رب يدوني الفيزا عشان اجي امريكا واتبسط واعيش حياة احسن. عايزك تفتكر ان في ملايين غيرك كانوا مستنيين الفرصة دي وما جات لهمش، وانت الفرصة دي كانت من نصيبك انت انك تاخد التأشيرة وتيجي تعيش في امريكا. عايزك تفتكر ان البيت اللي انت ممكن تكون شايفه دلوقتي صغير عليك كان بالنسبة لك حلم في وقت من الاوقات. عايزك تفتكر ان الشغلانة اللي انت حاليا بتشتكي منها وتعبينك في الشغل والمدير بتاعك مطلع عينيك، عايزك تفتكر ان في يوم من الايام كنت عمال تدعي وتقول يا رب اتقبل في الشغلانه دي. عايزك تشكر علشان انت عندك عيال مطلعين عينيك، لان في غيرك زوج وزوجه ممكن يكونوا بقالهم سنين متجوزين ونفسهم في طفل يطلع عينيهم زيك كده. عايزك تشكر علشان زوجتك اللي انت ممكن تكون بتشتكي منها طول الوقت وشايفها ان هي شخصيه متعبه، بس في غيرك ممكن تكون بالنسبه لهم حلم كزوجة ليهم. عايزك تشكري عشان جوزك اللي انت ممكن تكوني طول الوقت شايفاه شخص متعب، ممكن يكون هو بالنسبة لك هو الشخص الأنسب والأحسن والأفضل، هو الوحيد اللي يعرف ياخد باله منك ويحميكي. عايزك تشكر على الحياة اللي ربنا اداها لك. عايزك تشكر على صحتك. انت ممكن تكون عندك شوية ضغط وسكر صغيرين تعبينك، ولا شوية صداع بيجولك، ولا جيوب أنفية بيخلوك ما تعرفش تنام كويس، بس في غيرك بياخد علاج كيماوي، وفي غيرك بياخد علاج إشعاعي، في غيرك مش عارف يا ترى بكرة هيعدي عليه ولا مش هيعدي عليه. عايزك تتعلم في السنة الجديدة انك تشكر. خدهم 365 يوم شكر، كل يوم اشكر ربنا على حاجة. فكر كده فيها، فكر ايه اللي ربنا اداهولك واشكر ربنا عليه. وهسيب لك جملة خدها شعار السنة الجديدة بالنسبة لك: الشكر يخفف مصاعب الحياة. كل سنة وانت طيب.